هعمل معاكم النهاردة صينية بطاطس بالفراخ والسبانخ متغطية كده بصوص البشاميل الكريمي الخطير ده. وصفة فيها كل العناصر الغذائية اللي ممكن الجسم يحتاجها. يلا نصلي على الحبيب المصطفى وندخل نشوف الفيديو بتاعنا هيتعمل ازاي. هنسمي الله، واول حاجة هعملها حطيت مية تغلي على النار، ومعايا هنا بطاطس متقطعة شرايح بالشكل ده، يعني تكون اضخم من الشرايح بتاعة الشيبسي بشوية، ما تكونش تخينة اكتر من كده. هنزل بيها في المية المغلية واحط لها نص معلقة صغيرة من الملح، هقلبها تقلبتين وهسيبها تتسلق نص سلقة. والبطاطس بتاعتي بتتسلق مش هغطي خالص الحلة. هنا كانت البطاطس تمام، هطلعها بقى في طبق جانبي كده. انا عايزة البطاطس ماسكة نفسها وفي نفس الوقت طرية زي ما انتوا شايفين. حطيت طاسة على النار فيها معلقة من السمنة البلدي، نزلت عليها ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات صغيرة. هشوح البصلة دي لحد ما تدبل وبس. هنزل عليها بجزراية مبشورة وثلاث اربع فصوص من التوم كده مفرومين، هشوحهم مع بعض كويس قوي لحد ما يدبلوا. مش عايزة الخضار بتاعي ده ياخد لون خالص، عايزاه يدبل وبس. بعدين هركنه على جنب كده في الطاسة، ومعايا الفراخ بتاعتي متقطعة مكعبات متوسطة بالشكل ده. هفردها كده في الجنب الفاضي بتاع الطاسة، وهتبلها بالبابريكا المدخنة والفلفل الأسمر والكزبرة والثوم البودر والبصل البودر. بعدين هتكون أخدت بقى لون من كده من الأرضية، هبدأ إن أنا أقلبها مع التوابل، وبعدين هقلبها مع البصل والجزر بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بعدين هحط لها الملح بتاعها حسب بقى الكمية اللي انا عاملاها، وهقلبها كويس وهسيبها لحد ما تبدأ ان هي تدخل خلاص في التسوية بالشكل ده. هجيب السبانخ بتاعتي انا غسلاها وواخداها ورق بس، يعني واخده الورق بس كده منها ومقطعاها صغير بالشكل ده. بلاش العيدان بتاعتها، انا عايزة الورق وبس. بعد ما احط السبانخ كده هديها تقليبة سريعة، وبعدين هغطي بقى الطاسة بتاعتي دي وهنقلها على نار هادية خالص تستوي براحتها. جبت حلة حطيت فيها معلقتين كبار من السمنة البلدي، 3 معالق كبار من الدقيق، هشوحهم كويس قوي مع بعض. هضيف عليهم مكعب من المرقة وهشوحه مع الدقيق والسمنة بالشكل ده. هضيف عليهم بقى لتر من الحليب، بس بعد كده زودت لها كوباية كمان، يعني حطيت لها لتر وكوباية من الحليب. هفضل بقى اقلب فيهم تقليب مستمر لحد ما القوام بتاعي يبدأ يتقل معايا. هضيف عليه ملح وفلفل اسمر وبس، مش هضيف عليه اي بهارات تاني. هقلبه بقى تقليب مستمر لحد ما ياخد القوام بتاع البشاميل. معايا هنا معلقة من الجبنة الكريمي، لو موجودة عندك حطيها، مش موجودة خلاص تقدري تحطي معلقة قشطة او اي حاجة، او تسيبيه زي ما هو كده خطير يا جماعة. هقلبه بقى تقليبة مع الجبنة الكريمي وهركنه على جنب. ده الخليط بتاع الفراخ والسبانخ خلاص استوى معايا. هاخد كده كبشتين من البشاميل اللي انا عملته وهقلبه مع الخليط ده. اول ما يندمج كده مع بعض هطفي عليه النار، وهبدأ بقى ارتب الصينية بتاعتي. هنا كان خلاص معايا. جبت الصينية بتاعتي، هحط بقى في الارضية شوية كده حلوين من البشاميل. انتوا شايفين قوام البشاميل اللي معايا متوسط، ولا تقيل قوي ولا خفيف قوي، ده القوام اللي انا عاوزاه. هرص بقى طبقة من البطاطس بتاعتي اللي انا سلقتها. بعدين هحط الخليط بتاع الفراخ والسبانخ اللي انا خلطته مع البشاميل. هدي كده رشة من الجبنة الموتزاريلا بالشكل ده، ودي طبعا اختياري. بعدين هحط الطبقة التانية بتاعة البطاطس. مش عايزين طبقات كتير، هي كده حلوة قوي. هرش بقى رشة من الزعتر، ورشة الزعتر دي بتوديها في حتة تانية خالص بجد، يعني ما تستغنيش عنها. جبت بقى البشاميل بتاعي، وهبدأ ان انا اغطي الوش كله بالبشاميل. طبعا انتوا شايفين قوام البشاميل اللي قدامكم عامل ازاي. هحط بقى معلقتين كبار كده من القشطه بتاعت وش اللبن كانت عندي، حطيتها فوق الوش، وهغطي الوش ده بالجبنه الموتزاريلا. هدخلها على فرن سخن على الرف الوسطاني على اعلى درجه حراره. هي اخدت اللون ده من غير ما اشغلها الشوايه. انت لو احتجتي تشغلي لها الشوايه بعد كده شغليها عادي جدا. شايفين هنا كانت لسه سخنة قوي، فما عرفتش ان انا اقطعها معاكم قطع كده متساوية، فجيت اطلعها بالشكل ده. طبعا ساحت لاني كانت لسه سخنة جدا، واحنا بناكل الاكل سخن جدا يعني. فعشان كده معرفتش ان انا اقطعها معاكم وهي سخنة، فاستنيت بعد ما اكلنا بقى وبعد كده جيت اوريها لكم. عايزة اقول لكم يا جماعة خطيرة بجد، وصفة تستاهل بجد انك تجربيها وتعمليها، بالذات الناس اللي ما بتحبش السبانخ زي ما انا كده ما كنتش بحبها.
مش هتحسي بيها في الوصفة دي وهتحبها جدا، وهتلاقي طعمها مختلف قوي. انا عملت جنبها رز بسمتي ابيض سادة كده، انتي اعملي جنبها الحاجة اللي انتي بتحبيها. جربيها بقى وهستنى رأيك فيها، وان شاء الله تعجبكم جدا. وكنت معاكم نور، وباي باي.